السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. لو اول مرة تشوفي قناتي اهلا وسهلا بيكي، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديدة. وبما ان ده موسم الكرنب ما ينفعش الموسم يعدي كده من غير ما نخزن. والنهاردة هقول لكم على اسهل واضمن طريقة لسلق الكرنب وتخزينه. تابع معايا الفيديو للاخر. اهم حاجة في الكرنب وانت بتختاريه لما تضغطي عليها ما يكونش قلبها فاضي. وانت بتنقي الكرنب اختاري التقيلة، ولما تضغطي عليها تلاقي قلبها متحجر من جوه، لان الكرنب الخفيف بيكون قلبه فاضي وبتبقى منظر كده بس من بره، ومش هتستفادي منها لان الورق بيكون قليل جدا. في طريقتين للسلق. الطريقة اللي احنا متعودين عليها بنفكك ورق الكرنب واحدة واحدة وبنسلقه واحدة واحدة، وده بيبقى متعب شوية وبياخد وقت ومجهود. والطريقة التانية اللي هستخدمها معاكم دلوقتي هتخلص من الجزء العلوي ده نهائي بالشكل ده كده، وده هيخلي الورق يتفكك معايا ويبقى سهل معايا في الاستخدام، وكمان المية توصل لقلب الكرنب بسهولة. هي ممكن تعذبك في الاول شوية، ولكن هتوفر عليكي كتير جدا وقت ومجهود. انا كده يعتبر وصلت لقلب الكرنب من تحت. في حلة على النار هضيف مية واستنى لما تسخن. حجم الحلة هيكون اكبر من الكرنب، وهضيف معلقة صغيرة سكر ونص معلقة صغيرة كمون. ما تضيفيش ملح لمية السلق علشان هيهري الكرنب معاكي. ان كنت هتخزني ورق الكرنب او هتحشيه على طول ما تستخدميش ملح، علشان الورق يبقى متماسك وتسويه براحتك بالطريقة اللي انت عايزاها. هلف الكرنبة بالشكل ده كده وانزل بيها في الحلة. هخلي الجزء اللي احنا فرغناه لتحت. مش شرط تكون المية مغطياها عشان تشتغلي براحتك، خلي المية لنص الكرنبة كده، وهسيبها في المية لحد ما تاخد اول غلوة او احس ان الكرنب من تحت اتسلق. هقلب الكرنب على الجنب التاني بنفس الطريقة دي، وهسيبها برضو تاخد اول غلوة او لحد ما احس ان الورق اتسلق والقوام بتاعه بقى مظبوط. ورق الكرنب اللي هتخزنيه ما تسلقوهوش قوي، يعني ما تضغطيش عليه في السلق عشان لما تيجي تستخدميه ما تلاقيش الورق مهري، لانه بيتأثر جدا من التلج. بالسكينة وابتدي افتح ورق الكرنب علشان المية توصل للقلب. وبالطريقة دي بدل ما تسلقي ورقة بورقة هتوفر معاكي وقت كتير جدا. اول ما تلاقي الورق استوي من تحت هتبتدي تطلعيه واحدة ورا واحدة. انت كده تقريبا هتلاقي نص الكرنباية اتسلق. هاخد الكمية اللي على الوش حوالي نص الكرنبة واسيب الباقي واصبر عليه شوية لحد ما يوصل للتسوية المظبوطة. لان كل ما خدت من على الوش بيكون القلب لسه مش واصل له مية بكفاية. ولو الطريقة دي صعبة عليكي هتعتمدي على الطريقة اللي كلنا متعودين عليها. هتجيبي الورقة تتنيها نصين وتحطيها في الحلة وترصي فوقها على قد ما الحلة تاخد. ما تشبكيش الورق في بعضه عشان لما تيجي تخرجيه ما تقطعش منك، وما تلاقيش واحدة نصها مستوي والنص التاني مش مستوي.
انا هنا حطيت 3 أو 4 ورقات على حسب ما الحلة هتاخد، وبعدين ابتدي اخد اللي تحت. اول ما اطلع اول واحدة هضيف مكانها ورقة واخد اللي تحت، واضيف مكانها ورقة واخد اللي تحت. برضو هتلاقيها سهلة معاكي وخلص معاكي بسرعة. هطلع ورق الكرنب في مصفى واسيبه يبرد تماما، وبعد كده اخده اغسله تحت الحنفية كويس، لان الورق ده بيبقى فيه مبيدات. ما تستسهليش بالسلق، لازم يتغسل قبل ما تشتغلي فيه او تخزنيه. ولو الجو برد تقدري تغسليه بمية دافية، بس ما تخزنيهوش سخن. يعني لو غسلتيه بمية دافية قطعيه وسيبيه يبرد، وبعدين بعد كده خزنيه. في تقطيع ورق الكرنب تعددت الاقاويل والطرق، بس انا هقول لكم على اسهل طريقة عشان الشكل يبقى متناسق وما يبقاش واحدة اكبر من واحدة، وكمان الورق ما يتهدرش منك ويطلع منه كتير متقطع وبايظ. بالمقص او بالسكينة هتخلص من العيدان او من الاغصان اللي بتكون ناشفة في الورقة. هبدأ من فوق وانزل لتحت لحد ما الاقي بقت طرية معايا وينفع ان احنا نلفها او نستخدمها في الحشو. وتقريبا العيدان بتكون واصلة لنص الورقة. انا ما ينفعش اقولك مقاس معين لان كل ورقة مش بتكون شكل التانية. هعمل واحدة تانية قريبة من الكاميرا علشان الصورة تبقى واضحة ليكي. انا وصلت لاخر العود او لاخر الغصن لحد ما الورقة بقت طرية معايا. قطعي الاغصان اللي موجودة عندك كلها مرة واحدة عشان يسهل عليكي. وبعد كده هتاخدي ورقة ورقة تلفيها رول او تكشكشيها بالشكل ده كده. هتاخدي الحجم او المقاس المناسب على حسب ما انتي بتستخدميه، وتبتدي تقطعي كله قد بعضه. انا عن نفسي بفضل الحجم الوسط، ما يكونش صغير قوي وما يكونش كبير وما يبقاش شكله حلو. انتي شوفي الحجم المناسب اللي هيريحك في الحشو وفي التقطيع. الورقة اللي هقطعها وهي متنية هرص الورق فوق بعضه بالشكل ده كده. وممكن تقطعي كمية الورق اللي موجودة عندك كلها، وبعدين تبتدي ترصها فوق بعضها وتقطعيها براحتك. وفي لحظة هتلاقي كمية الورق خلصت معاكي ولا كأنك سلقتي. الورق كله ما شاء الله طالع سليم، مفيش قطعة منه متقطعة. وبعد ما رصيت كمية الورق اللي موجودة معايا هقطعه بالشكل ده. طب بالنسبة للبنات اللي لسه جداد في المطبخ، تعرفي ازاي تقطعي الكرنب بحجم مظبوط وشكله حلو؟ هتظبطي المقاس الاول على ورقة واحدة، الطول بتاعها يكون قد صوابعك الاربعة، والعرض اللي هو بيكون شكل صباع المحشي ما يكونش اكبر من صوابعك، بنفس الطريقة دي كده بالظبط. وعلى المقاس ده هتقطعي باقي الكمية اللي موجودة عندك. انا لما بخزن ورق الكرنب مش بقطعه قطع صغيرة، بقطع الورق شرايح بالطول واخزنها زي ما هي. وده كمان هيوفر معاكي في الوقت لو بتخزني كمية كبيرة. هتخزني الكرنب في اكياس تلاجة او علب مخصصة للتخزين. العلب بتحافظ على شكل الحاجة وما تيجي تطلعيها هتلاقيها بنفس الطريقة اللي خزنتيها بها بالظبط. ما ينفعش بعد كل ده وما نعملش محشي كرنب. هسيب ليكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. وفي فيديو محشي الكرنب قدمت ليكم نصايح كتيرة جدا هتسهل عليكي المحشي بسهولة عشان ما ياخدش منك وقت ومجهود. وهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة.
أتمنى من قلبي يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن إن شاء الله.